الخشطوطة اللي قلبت الدنيا الأيام اللي فاتت هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا، هيطلع معاكي شكل في الآخر والطعم ممتاز. يلا نبدأ. أول حاجة أنا معايا هنا 4 بيضات، كوباية ونص من السكر، نص كوباية من الزيت ضربتهم مع بعض في الخلاط، كمان زودت عليهم نص كوباية من اللبن، بعد كده ضفت عليهم كوبايتين من الدقيق، معلقتين من البيكنج باودر، معلقة من الكيك شيف، رشة فانيليا. قلبت كل ده مع بعض كويس، بعد كده حلة على النار ضفت عليها 6 معالق من الزبدة، كوباية من اللبن. أول ما غليت ضفتها على الكيك وقلبتهم مع بعض، بعد كده دخلتها فرن سخن على درجة حرارة 180. اول ما طلعت كده معايا واتاكدت ان هي استوت من جوه كويس هشيل الوش واسيبها تبرد. بعد كده هجهز اللبن اللي هسقيها بيها، كوبايتين من اللبن ونص كوبايه من اللبن البودر. هعمل كده فيها فتحات صغيره بعصايه الشيش طاووق عشان اسقيها، وهسيبها بقى لحد ما تتشرب باللبن. عملت الكريمه، كوبايه من كريم شانتيه، نص كوبايه من السكر البودر، كوبايه ميه مثلجه. احط طبقه الكريمه على الكيك وادخل